السلام عليكم ورحمة الله. قصتنا اليوم عن الشايب أبو سليمان وولده سليمان. أبو سليمان رجل كبير بالعمر، وابنه شاب سليمان عمره بالثلاثينات. أبو سليمان درس ولده من صغير لين تخرج وتوظف وهو يصرف عليه. سليمان شاب موظف يخدم بالمدينة ويعاود للقرية ويشوف أبوه مرة كل شهر، مرة كل شهرين ولا 40 يوم، حسب ظروفه. المواصلات بعيدة ومعاشه قليل، ما يقدر كل أسبوع يجي يشوف والده. يجي مرة بالشهر شهرين، يجلس عند أبوه يوم خميس جمعة ويعود لعمله ويعطي أبوه المقسوم، يصرف أبوه، وإذا زاد معاه شيء يخبيه للزمن. طبعا مو متجوز وطبيعي إنه بيخبي شوية فلوس لأجل يتجوز. هذا إذا زاد معاه، ومرات ما بيزيد معاه، وأموره يعني مسطورة، الحمد لله. وهكذا عايشين. وأبو سليمان ما يشكي، رجل كبير، وحتى أنه ما باستطاعته أنه يتجوز بعد ما ماتت أم سليمان، ما قدر يتجوز، ما معه فلوس، وظل على الحال. يعني ربى سليمان وعلمه ودرسه، وهيك عايشين. ويجلس يتسامر مع أهل القرية، مع الختيارية، مع الشياب، وهيك حياته يعني ماشية. مالكم بالطويل. العجيز أبو سليمان مريض ومضيوب، يعني ما يخبر ولا يعلم ولد سليمان إنه مريض، حتى ما يكلف عليه ويخسر فلوس، وهو يدري إن ولده ما معه، يعني يدوب عايشين، وما يشكي. لكن الجيران يدروا انه مضيوب وانه فقير الحال، او لما يجي ولده كل شهر شهرين ما يعلمه ولا يخبره، ما وده يزيد همه فوق هم اللي هو فيه، وشايف ولده يتعب ومو متجوز وحالته حاله، يعني ما يشكي. من العواجيز اللي صعبين، اللي ما يشكي غير لربه. وفي يوم خميس روح سليمان كالعادة بعد مدة انقطع عن أبوه، دخل عند أبوه: كيفك يا حج، كيفك يبا، شلونك، علومك، وين هالسواليف. وجايب معاه شوية أكل، شوية فواكه للعجوز. ودخل المطبخ وريد يجهز غدا لأبوه وياكلوا سوا ويتغدوا مع بعض. وإلا الباب أبي يطرق، في واحد يدق الباب. طلع سليمان، هو فتح الباب، قال له الرجل واقف بالباب ويصرخ: وين هالشايب، وين هالشايب، أبي حقي، أبي فلوسي، أريد حقي، أريد فلوسي، وصارخ. طلع الشايب وقال له: يا ابن الحلال، امسح وجهك بالرحمن واستهدي بالله. ولا ويغامس فيه، يعني أبو سليمان يغامس بالرجل حتى ما يدري ابنه، هو ولا عنده ولا عند باله، يصرخ: بدي فلوسي، بدي اموالي، بدي حقي. المهم سليمان قال له: ده يا ابن الحلال، وفهمنا شو السالفة، وش علومك انت. بعد ما صرخ دقايق وهداه سليمان، دخله: خير ان شاء الله، شو عندك، هات حجتك، ليش تصارخ على الشايب، وش ودك منه. قال: انت من انت؟ قال له: انا ولده، انا ولد سليمان. قالوا: اسمع، ابوك صار مديون لي مبلغ كبير،
شو تقول انت؟ ابوي مديون لك؟ كم مديون لك؟ قال له ابوك مديون 100,000 ريال. ابوك صار له سنين ياخذ مني ويتسلف مني، ياخذ مني ويتسلف مني، حتى هو يدرسك اذا انت اللي كنت تدرس بالجامعة. وانا كل ما طالبه يقول لي اصبر 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 اصبر، وانا مضيوق ودي فلوسي يا عمي، انا ودي حقي ودي فلوسي، انا ما سنين وانا صابر عليه. ويقول اليوم وبكره اليوم وبكره. التفت سليمان على ابوه، لقي الدمعة بوجه ابوه وبعيونه وحالته حالة ما يدري وش يقول. قال له صحيح كلامه يا ابوي؟ قال له بالله صحيح يا ولدي، انا مديون له، لكن من وين؟ خله يصبر علي، من وين اجيب له؟ قال له يا حج انت ليه ما علمتني؟ ليه ما علمتني انك مديون وان عليك ديون؟ ما ولا مرة ذكرت هيك قصة او انك مديون انك متسلف من الناس. قال له يا ابوي والله هذا اللي صار يا ولدي، انا اخذت من الرجال هذا واستلفت وصحيح وليه مدة، والله المستعان. سليمان قال للرجل فلوسك عندي يا عم، عندي ولا تقلق. دخل سليمان غرفته، كان معاه 30,000 ريال، تحويشة العمر، تحويشة كل ما يملك. جابهن واعطاهن للرجال، قال هذا ما املكه 30,000 والباقي بقسط لك اياه، وودك تصبر علينا، وانت باين عليك رجل كريم ووجهك غانم ولحية غانمة. المهم خذهن الرجال، والشايب يقول للرجال دخيلك لا تأخذهن، دخيلك ابني ما له دخل. وهو أبد ما يسمع للشايب، لأن الثاني ما معتاز، يعني لو ما معتاز ما جاء ولا طلبه. قال له أبشر أنا بصبر عليك ودبر لي الباقي، وكل شهرين ثلاث بمرق عليك وعين خير. خرج الرجال وراح، وابو سليمان قبل جبين ولده وهو يبكي والدمعة تنزل. قال لا تبكي يا ابوي، ما يغلى عليك لا فلوس ولا انا حتى ما اغلى عليك، ولا يهمك، بس كان لازم علمتني، وكان يعطينا شوي شوي وما وصلنا انه يجي ويوصل بيتنا ويصارخ قدام العالم والجيران. وتوكل على الله ان شاء الله بسده ولا تقلق. قال له يا ولدي انت بحاجة الفلوس، انت مو متزوج، انت كان له ما عليك مني، الله برزق. ومضى اليوم على هيك وكان الختيار طبعا زعلان الشايب على حال ولده واللي صار، والصراخ اللي دب الصريخ بالقرية والناس سمعت. وتعرف ما في ناس ما مو حمل هاي شغلات، ويمرض اذا حجاه وصارخ عليه. مالكم بالطويل، مر اليوم وكل واحد راح ينام، لكن ابو سليمان ما نام. حتى سليمان ما نام، يسمع ابوه وهو يصلي ويدعي، وطول الليل ابو سليمان يدعي ربه ويدعي لولده، ومهموم الرجال. حتى سليمان كان مهموم، لكن ما يظهر له أبوه حتى ما يزيد همه. مر هاليومين اللي قضاهن عند أبوه، خميس جمعة والسبت تسهل سليمان لوظيفته بالمدينة. دخل وظيفة وكان مهموم وحالته حالة، والله وباين يعني على وجهه إنه مهموم. المهم ما صارت الساعة قريب 10 الصبح ولا يجي صاحب من زمان ما شافه. قال له وينك يا رجل، والله زمان ما شفتك وانا ادور عليك دوار. قال له خير ان شاء الله، تدور علي خير؟ قال له والله خير. قال له والله في شركة لواحد ما عرفه، وطلب مني رجال امين
موظف يمسك له شغله ويكون أمين وشاطر ومسلك هيك يعني، ومعاشها منيح وعالي، والرجال هذا سخي وكريم. وأنا قلت هذه الوظيفة تليق بأخوي سليمان، وش رأيك تروح معاي وتشوف؟ والله اقتنع سليمان بكلام صاحبه، وخذ إذن من مكان عمله وطلعوا سوا. وصلوا الشركة، دخلوا، صاحب الشركة رجال كبير، سلم عليهم أهلا وسهلا. قال له هذا سليمان صاحبي اللي قلت لك عنه، وشاب أمين وشاطر وعنده يعني عنده علوم بأمور التسويق والشغل. المهم قال لك قام بتعطيني يعني، بسأل واحد كم الراتب، قال له بعطيك 15,000 ريال، وبعطيك سيارة ومكان سكن، شقة كبيرة هي كانت لي وبعطيك إياها تسكن فيها، ولك نسبة عن كل صفقة وعن كل إنتاج أو كل بيع. والله انبسط سليمان وكثير انبسط، مع راتبه 5000 والآن بغل 15 وسيارة ومكان سكن. انبسط، رجع لمكان عمله، قدم استقالته وبلش ثاني يوم شغل عند الرجال، وكان مبسوط. الرجال انتبه ان سليمان مهموم، فسأله قال له سليمان وش علومك انت؟ احس بعيونك في حزن ومهموم. ما جاوب، قال له لا ما في شيء. وتعرف الواحد شاب ويخجل يتكلم عند واحد ما له يومين ثلاث مشتغل عنده، لكن الدمع بعيونه واضح انه في دمعة بعيونه، وما قدر ينسى الموقف اللي صار مع والده يوم صارخ عليه الرجال. كان موقف صعب كثير عليه، فانتبه الرجال ان سليمان وده يبكي والدمع بعيونه واضح، مو قادر يخبي دمعته. المهم مالكم بالطويل، سليمان علم صاحب الشركة بس سالفته وسالفة أبوه واللي صار، والرجال طلع رجال غانم وكريم. دفع دين الرجال ده أبو سليمان، دفع دين أبو سليمان وزوج سليمان، وجابوا أبو سليمان للمدينة وسكن مع ولده. وبعد تزوج أبو سليمان زوجوه، والرجال ما عنده عيال، صاحب الشركة ما عنده عيال. وقال له سليمان ترى انت في مقام ولد من أولادي، عيل من عيالي. وبعد زوج بنته، تزوج بنت صاحب العمل. وسليمان شاب خلوق وأمين ومرضي. وهذه سالفة تدل على رضا الوالدين. والسلام عليكم.